ان احنا ازاي نطورها مش ازاي نخسرها وازاي نبيعها. وقف لتطوير قطاع الغزل والنسيج ولا لا؟ وقف لتطوير قطاع الصوب ولا لا؟ مشاكل عمال ومشاكل مهنيين محافظه السويس او في كافه انحاء مصر هو كان مع الناس دي ولا مش مع الناس دي؟ لان اللي هينتخب عبد الحميد مره ثانيه مش هينتخبه لانه هو عايز ينزل، هينتخبه لانه اتمنى وان شاء الله كده هيبقى زي عبد الفتاح السيسي لما الناس راحت قالت له لازم تنزل الانتخابات ولازم تبقى رئيس الجمهوريه، وان شاء الله الدوره الجايه يبقى نزول عبد الحميد هو مطلب لاهالي السويس ولكل مصر. وده مش جديد على حزبنا على فكره. حزبنا قدم عدد من النواب سواء في الشعب او في الشورى في دورات سابقه من سنه 76 لغايه النهارده في احسن الاحوال كانوا بيبقوا 4 5 6 نواب. لان لا معانا برضه الفلوس ولا الحكومه كانت بتسيبنا في حالنا علشان ناخد الاصوات اللي المفروض نحصل عليها. لكن الخمس ست نواب معلمين عن الشعب المصري. مين في مصر ما يعرفش خالد محي الدين وما يعرفش بدر فرغالي وعبد الله وعز الحريري ورأفت سيفو؟ كل دول اصوات كانت عبد الحميد كمال وعبد العزيز شعبان، كل دي اصوات كانت قويه. الواحد منهم يخلص ال 400 اللي قاعدين، لان اللي قاعدين عارفين ان هم يقدروا يهجصوا زي ما هم عايزين، لكن اللي عم يجي عند الحق قائد التجمعي اللي هو البرلمان هو اللي بيقوله، وفي الاخر بيروح مش طالب من حد منهم حاجه، مش طالب مصلحه لنفسه، وعايش من دخله اللي هو بيتحصل عليه، وما وراهوش حزب يجيب له عربيه ويديله 50,000 جنيه شهري زي بعض الاحزاب ما بتعمل. لكن هو عنده ما هو اغلى واسمى من ده عنده حضراتكم. وتاني بقول ان انا متاكد ان كل اللي قاعدين هنا لو قعد معاهم الاستاذ احمد سيد حسن فرادة واحد هيطلع بكتاب عن معركه عبد الحميد من اللي هو كل منكم بذل. وانا متاكد من ده، وباين في وشوشكم وباين في حماسكم لعبد الحميد. وهو ده المكسب الحقيقي لشعب السويس، ان في نخبه في السويس عرفت تحسم في الاخر اختيار شعبي ما يحبطش مش اعضاء حزبنا، لا ما يحبطش شعبنا. نقدر نقول دلوقتي ان اسوان الاسكندريه في مواجهه كل المليارات والمئات الملايين اللي اتصرفت، شعب السويس طلع عبد الحميد كمال باقل من 25,000 جنيه. شكرا.